لص دخل أكبر متحف في باريس وسلم ورقة في إيده مكتوب فيها خطة السرقة بالتفصيل لموظفين الأمن نفسهم. أول ما الراجل شاف التوقيع اللي في آخر الورقة وشه شحب من الخوف. عمره ما كان متوقع إن الخطاب يكون من اللص الشهير كيد. كيد عمره ما فشل قبل كده، والسمعة اللي ماشي عنه كانت كفيلة تخوف مدير المتحف اللي اتصل بالشرطة فورا يطلب المساعدة. حسب اللي مكتوب في الخطاب، كيد كان ناوي يسرق لؤلؤة ما تتقدرش بمال قيمتها أكتر من 100 مليون دولار من المتحف الساعة 10 بالليل في نفس اليوم. أنا الضابطة المسؤولة عن القضية قرأت الخطاب وتريقت. كانت شايفة إن كيد مجرد حرامي على قده، واحد مش مستاهل القلق أصلا. لكن بعد ما الشرطة راجعت كاميرات المراقبة اتأكدوا إن ده فعلا كيد، ووقتها أعلنوا عن مكافأة كبيرة وطلبوا من كل المدينة تساعد في القبض عليه. الخبر انتشر بسرعة جدا ووسائل الإعلام فضلت تتكلم عنه من غير توقف، بس اللي عملته الشرطة كان بالظبط اللي كيد مخطط له من الأول. مع دخول الليل الكل بقى مستني يشوف إزاي كيد هيقدر يسرق اللؤلؤة من تحت مناخير الشرطة. ومع تجمع الناس قدام المتحف أنا بدأت تقلق إن الدنيا تفلت من إيديها، فاتصلت بالقوات الخاصة علشان تسيطر على الموقف. وقرب الوقت والناس بدأت العد التنازلي وفي سكون متوتر. فجأة صفار الإنذار بتاع المتحف اشتغل، ولدهشة الكل كيد فعلا نجح. قدر يسرق اللؤلؤة من بين إيدين الشرطة. إيه اللي خلى خطة كيد تنجح بالشكل المفاجئ ده؟ الخطة كانت حاجة محدش في الدنيا كان ممكن يتوقعها.